الأم هي الحياة، هي السند، هي الأمان. الأم هي التي تعطي ولا تنتظر المقابل. الأم هي أنثى ولدت طفلا أو أكثر. الأم هي امرأة تؤدي دورا تربطها علاقة الأمومة. الأم هي التي ينبوع الحياة ومصدر الأمان والقلب الذي ينبض بالحياة، فهي أعظم نعمة التي أنعمنا الله بها، التي لا تقدر بثمن. هي معلمة الحياة الأولى. قيل فيها: بالنسبة للعالم أنت، لكن بالنسبة لي أنت العالم. فهي السند وعمود الفقر، ودعواتها حصن ومنبع. هي أرق الأحاسيس وأجمل الكلام وأروع ما في الحياة. أمي هي التي تعبت وسامحت وتحملت، وهي شخص الذي لا يتكرر في العمر. يا رب لا تريني فيها ضعفا يبكيني، اللهم أرزقها فوق عمرها عمرا وفوق صحتها عافية. الأم هي جنتي التي نعمة عظيمة التي لا يصفها الكلام. كل ما أنا عليه الآن ساعدتني أمي لأصل إليها. أمي هي بطلة التي تقاوم الحياة من أجلها. الجنة تحت أقدام الأمهات. وجود الأم في الحياة لأبنائها يعزز من شعورهم بالأمان والدعم، الحب والرعاية التي تقدمها الأم، تعرفها الأم بقدرها الفائقة التي والحب والرعاية هي الأمان الذي يعود إلى الأبناء في كل الأوقات. تزرع فيهم الحب غير المشروط، وتكون المثل الأعلى الذي يسعى الأبناء لاقتناء به. صبرك وحبك مصدر الإلهام لي، أحمله معي كل يوم. لو أتيحت لي الفرصة لأصبحت نصف ما أنت عليه، واعتبرت ذلك الحياة الكريمة. 1000 كلمة أو مليون كلمة لا تكفي للتعبير عن مدى امتناني لأنك أمي. أمي هي مصدر إلهامي وبطلتي الخارقة وصديقتي المقربة ونور دربي. لم تكن الحياة لتكون جميلة لولاها في السراء والضراء، وفي كل خطوة من خطوات حياتي كانت تمسك بيدي وتدعمني وتشجعني في الحياة. حب الأم لا يعرف حدودا ولا قيودا، وهو حب غير مشروط. ذكريات أمي تبقيها حبها حيا في ذكرياتي. هي دون أن تدري تهنيني اليوم الذي يختبر فيه حبها لي. غالبا ما تعتبر صفة الحب للأنسب لوصف الأم، لأنها تجسد عاطفتها وحنانها غير المشروطين اتجاه أبنائها. أمي طيبة القلب وداعمة أبدا، إنها صبورة ومجتهدة وحنونة، مما يجعلها أفضل أم في العالم. الأم هي كل شيء. الأم هي مدرسة. الأم هي ثمرة. الأم هي ياقوتة.
كل كلمات نصف بها الأم، لكن لا تكتفي، لأنها هي مصدر. مهما كانت نعمة الدنيا من حولك جميلة، تظل الأم هي كل شيء. الأم هي الحياة والنعمة والعمر كله، جنة ونعيمها. الأم أصدق حب، لأنه دون شروط ودون مقابل. الأم هي ركيزة الدنيا، الأم هي ركيزة البيت. لو كان بيدي أن أختار وطني لأخترت قلب أمي، هناك أنام مطمئنا وأصح بسلام. وستبقى أمي أجمل ملكة رأيتها عيني. أمي أنت حضن الذي يسبق الكلام والطمأنينة. علمتني أمي إلا أكذب فكذبت الناس علي، علمتني إلا أسرق فسرق بعض سنين عمري، علمتني أن لا أخون فخانني الحظ مرات ومرات، ولازلت أصدق أمي. أمي لا تقدر بثمن، وأبي لا يكرر الزمن. تلك الوحيدة هي جمع من حياتي بأكملها. أمي هي صديقتي الأولى، حبيبتي الدائم، وأجمل أشيائي. هنا أحبائي تكلمت شوية على الوصف اللي حوصف بها أمي، لكن صدقوني ما نقدروش نوصفوها. لكن للعكس شفنا هما أولاده يكونوا دافيين في الدار، وأمه في الشارع مرمية. قبلكم بلي ماكم كي كنتوا صغار ما تتعشى ما تفطر حتى تدخلوا للدار، لكن الآن الأم راهي تفطر وتاكل في دار العجزة، في دار المسنين، وليدها ياكل ويشبع في داره. علاش هذا الشيء؟ ما عندكمش رحمة، ما عندكم حتى ذرة رحمة في قلبكم. اللي عنده يماه يحضنها، اللي عنده يماه قريبة ليه كل يوم لازم يشوفها ويبوسها في راسها ويدي الرضا تاعها. واللي عنده يماه بعيد عليه، مثلا ماشي بعيد رماها وهو بعيد عليه، لا، مثلا دوك تزوج راه بعيد ما يقدرش يشوف أمه يوميا، كل يوم يسمع صوته، عفوا كل يوم يسمع صوتها. فهمتوا كيفاش؟ الجنة راهي تحت أقدام الأمهات. ما يكلخمكمش الزمان وما يغركمش الوقت. هنا نقول لكم إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، ونتلقاو في فيديوهات واحد أخرين إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم وصحة فطوركم، ونتمنى لكم مسيرة موفقة للجميع.